من محطة زول في مصر من جلابية وتوب، حابين نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمن محمد أحمد. ازيك يا مؤمن، كيف عامل؟ تمام والله الحمد لله. كيف أخبارك وصحتك؟ كيف مع مصر؟ تمام والله حلو حلو شد. الحمد لله. طيب بازار، من لقيت اسم جلابية وتوب، الذكريات اللي جاتك شنو؟ أول حاجة اللي ارتبطت بجلابية وتوب شنو؟ والله طول ذكرت السودان والعراس في السودان والمناسبات والأعياد وحاجات كده. طيب الجلابية بتعني لك شنو؟ انت ما شاء الله لابس الليله زي السوداني، مرحب بك والله ونورتني جدا بها. فبتعني لك شنو الجلابيه؟ ولما تكون لابسها بتحس بشنو؟ والله بتعمل حاجات كتيرة. أول حاجة هيدا يعني بتذكر السودان وكده يعني. طيب الزي السوداني، انت ما شاء الله الليله لابس جلابيه وما شاء الله يعني منور بها، لبستها ليه؟ الاحساس اللي جاك وانت بتلبس فيها؟ والله أول حاجة بتذكر السودان يعني طوالي دايما لما نلبس الجلابية وكده. بالذات يعني هسه لما البازار بتاع الجلابية ده كنت أصلا لازم أمشي بالجلابية يعني لأنه حسي نفسيا إنه كده في السودان. طيب الفكره بانك جابت الجلابيه وتوب شنو؟ والله بس كده تذكرت بيها السودان برضه كده يعني. ان شاء الله بنرجع السودان قريب. راجع ولا ما راجع؟ لا كيف ما راجع. راجع بيتين طيب. سؤال صعب شوية. ما صعب. لا شوية بس. ما صعب. شوية إن شاء الله شهرين ثلاثة كده. لا لا، إن شاء الله ربنا يرجعنا سوداننا ونعمره كمان، ما هو السمرة فينا نحن الشباب. حصل حصل صح. أيوة. طيب في ناس بقول لك لما تمشي أي دولة غير السودان خارج بلدك ما تلبس التوب والجلابية دي، أنت كده بتقلل مننا. فأنت ضد ولا مع اللبس زي السوداني في أي بلد؟ أنا مع زي السودان في أي بلد يعني. عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا يعني ما شرط يكون في أي بلد. مش أي بلد ما فرق. طيب لما تشوف من هناك وأنت ماشي في الشارع واحد زول لابس جلابية وجاي عليك، وواحدة لابسة توب وجايين عليك، شنو اللي بيجيك في راسك كده؟ السودان طوال. أيوة. السودان طوال والله بيعمل جميلة وحاجاتها حلوة يعني. طيب بتحس بشنو هم جايين عليك؟ بحس بفرح كده وإنه أنا يعني بحس بأمل. الحمد لله. طيب هنا أنت شغال ولا؟ شغال الحمد لله شغال. الحمد لله. طيب يا مؤمن، أنت كنت متوقع إنك تجي في يوم مصر تستغل فيها تقعد كم سنة يعني؟ لا ما حصل. ما توقعت نهائي. طيب كنت في توقعات أخذت إنك تسافر أي دولة؟ والله باريس أمريكا. إن شاء الله ربنا يحقق حلمك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. طيب عايزينك توصل تحية خاصة كده لزول في السودان، زول في أي مكان، أسرتك، أي اللي أنت حابب تحيه. أنا بدي تحية للشعب السوداني كله. تسلم يا رب. يكون العافية وإن شاء الله شعبي ما شاء الله. يكون العافية كلكم وربنا يحفظكم ويغطيكم إن شاء الله. شكرا لك في محطتنا زول في مصر يا مؤمن. تسلم يديك العافية. كان معنا مؤمن زول في مصر.